فيديو النهارده لنوعين من الطلبه، اللي خايف واللي حاسس ان خلاص مفيش وقت، وفي نفس الوقت رغم احساسه ان مفيش وقت هو اصلا مش قادر يذاكر. تعالوا نبداها واحده واحده. اولا، خوف من النتيجه، احساس طبيعي جدا، واحساس ان انت طول ما انت قاعد دلوقتي قاعد بتفكر في الامتحانات. كل دي احساسات طبيعيه، ولكن لحد معين، يعني لما بتعداه انت كده بتبقى في منطقه خطر. تعالى كده واحده واحده، ركزوا معايا يا شباب. اولا، يعني الفتره دي كل واحد بيفكر في النتيجه. تعالى نحسبها بعقلك. انت فكرت في النتيجه او ما فكرتش فيها، فكرت في شكل الامتحان او ما فكرتش فيه، في الحالتين انت كده كده هتتقابل مع الامتحان وهتتقابل مع النتيجه. الفتره اللي انت فيها دي مش فتره تفكير، هقول لكم ليه. لان بصراحه اللي بيفكر بيحرق وقت طويل جدا في التفكير. التفكير ده ما بيدلوش اجابه، لانك بتفكر في حاجه انت ما عندكش ليها اجابه. يعني انت مش عارف شكل الامتحان اللي هيجي لك، انت عارف شكل الامتحان في المخ، لكن انت مش عارف شكل الامتحان اللي هيجي لك. فبالتالي اللي بيسيطر عليك في الوسواس في الفتره دي هي فتره وسواس. كل اللي بيسيطر عليك الخوف، القلق. بعد ما بتفكر معدل الخوف والقلق للاسف بيزيد. انت فاهمني؟ مستنيك جاي لك انا دلوقتي اللي خايف ومحبط ومش قادر يشتغل والكلام ده كله، دي حته تانية. طب حته الخوف ده لو ما تترجمش لخطوات حقيقيه يبقى انت بتضيع وقت. يعني ايه ببساطه؟ الافضل في المرحله دي انك ما تفكرش. ده الافضل انك ما تفكرش. التفكير يبقى في اليوم. انت مثلا ابتديت اليوم النهارده الساعه 9 صباحا، انا هعمل ايه في خلال اليوم؟ والخطه اللي انا هقولها بقى دلوقتي بحذافيرها يا ريت تتنفذ، هتفرق معاكم كتير جدا. وفي نفس الوقت مش هتحطك في وقت ان انت تبقى دماغك تسرح فيه، قاعد عمال تفكر، قاعد عمال مش عارف انت ايه اللي هيحصل. إيه يا ترى انا ممكن تروح عليا نومه قبل الامتحان؟ يا ترى انا لو دخلت الامتحان هلاقي الاسئله الصعبه كلها قدامي؟ الحاجات اللي هي اللي دايما بتيجي في افكاركم دي، ومنكم طبعا اللي بينام يحلم بالامتحانات دلوقتي. بصوا يا شباب، بالراحه كده، واحده واحده. اولا، مهما كان طاقتك، انت دلوقتي ما عندكش طاقه ونفسك السنه تخلص وخلاص قرفت، انا معاك. اللي تعمله كالاتي، لازم تلاحظ وتتاكد ان انت في الفتره دي لسه فاضل لك جزء من الطاقه حتى لو انت مش حاسس بيه. يعني انت بتقدر تقعد مثلا دلوقتي ساعه على الكتاب، ساعه الا ربع، انا موافقك. اقعدهم، واول ما تحس ببدايه لحظات التفكير والهبل والسرحان والكلام ده كله، قوم على طول خد بريك في لحظتها. البريك ده نص وقت الشغل، يعني امسك لنفسك كده ساعه واشتغل بقى بيها. بمعنى انت مثلا انا قاعد دلوقتي فرضا مثلا انا بسجل معاكم الفيديو الساعه 10 و5 دقائق مثلا، انا قعدت من 10 و5 دقائق رايح فصلت عند الساعه 11 الا ربع، انا موافق. انا ما كملتش ساعه اهو، انا موافق. قوم. انت خدت دلوقتي قد ايه؟ ساعه الا ربع مثلا، هتاخد على طول نصها، يعني في حدود ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده تبدا تشتغل تاني. فصلت من الماده، ما تكملش عليها بالعافيه. تكملتك على الماده عشان تخلص وقت الحصص او تخلص حصه اونلاين او الكلام ده كله ما بيعملش اي حاجه غير ان انت بتكروت الحصه وتعمل نفسك سمعتها اول باول، وفي الاخر انت ما طلعتش اي استفاده. انت عايز تحس ان انت خلصت الحصه ليه؟ عشان ما احسش ان انا مراقب. الاحساسات الكدابه دي لو كانت بتنفع معاك اول السنه، دلوقتي مش تنفع معاك، لان اي حاجه انت بتعملها بعدم ضمير انت المضرور الوحيد بيها. فالحل ان انت تعمل ايه؟ اوتوماتيك تروح قايم بقى وتاخد لك نص وقت الشغل بريك وتروح بادئ تاني. طب انا عملت فترتين لماده وخلاص مش طايق الماده واسئلتها صعبه، زي مثلا ماده الفيزيكس. انا هتكلم عن مادتي، انت فاهم الفكره؟ اول ما تيجي تبدا تحل الواجب الماستر مدينا 100 ومش عارف كام سؤال، ماشي. الكام سؤال دول لو انت حسيتهم كده ولازم يخلصوا دلوقتي وهتعملهم الحصه بتاعتنا بكره، دي اكبر كارثه. ابدا خد من الاسئله 5 6 اسئله طول الوقت. واحد يقول لي يا مستر مش هنخلص، لا هنخلص لو انت قسمتهم خمسات كده. انت فاهم الفكره؟ كل فتره، يعني انت في اليوم مثلا صفصفت على 15 يا عم سؤال، 5 الصبح وخمسه في وسط النهار وخمسه في اخر اليوم، في 6 ايام الفرق ما بين الحصه والحصه هتعمل لك كام سؤال؟ تتكلم في 90 سؤال. لو ضغطت لك في يوم ولا اتنين قفلت ال 130 سؤال وخلاص وخلصنا. وقيس على كده كل المواد بس من غير ضغط. ليه؟ لانك بتقعد نص ساعه تقفش لك 5 مسائل، ساعه الا ربع 6 مسائل. امشي بهذا المبدا. طول ما انت مصاحب نفسك، يعني انت ما بتضغطش على نفسك، هتلاقي دماغك مكمله معاك. اليوم زي ما ابتدى تركيز لاخره فيه تركيز. لكن لما تقعد لي 30 ساعه او بلاش 30 ساعه، هقول 3 ساعات يعني، 3 ساعات ورا بعض متواصل، انت هتكره المذاكره اكتر ما انت كارهها، وهتكره ثانويه عامه اكتر ما انت كارهها، وهتضطر تبص بقى في ديكور السقف اللي انت حافظه، وتركز مع الناس اللي بتتكلم بره في اللاشيء، ولو شفت اي حاجه عجبتك تفضل تفتكرها، حتى لو ما عجبتكش هتقنع نفسك انها عجبتك وتفضل تفتكرها. حاجات كده من اللاشيء. او حضرتك بقى مع زميلتك تفضلوا تنموا على المدرس اللي انتوا شفتيه كان لابس شراب لونه ايه، ولا كان مش عارف بيعمل ايه اثناء الحصه. اي هرتله نضيع بيها وقت. اروح ساحب التليفون لو انا حتى معيش حد، اخش يا سكرول، يا اما الاقي اي حد اونلاين اخش ايه ازيط معاه وزيطه، واليوم كده خلص. ليه؟ عشان انا داخل من جوايا ده شغل بقى الهبل، ده الشيطان بيضحك عليك بيه. انت داخل من اول يوم انا عايز اخلص. الحماس كله انت رحت شحنه مره واحده في كوكتيل واحد في كميه عمرها ما هتخلص مره واحده. تحس باحباط. ما هو ده التفكير الساذج. لما تحط لدماغك تفكير صح، المفروض ان انت تعمل ايه؟ تشتغل باللي تقدر عليه وتقوم. اقول لك على حاجه قبل ما تفصل كمان، يعني انت لو هتقعد ساعه وتفصل خليهم ساعه الا ربع، لو بتقعد ساعه ونص وتفصل خليهم ساعه وربع. قبل وقت الفصلان قوم، عشان يفضل عندك الحماس ويفضل عندك سنه كده تانيب ضمير عماله تصحيك طول الوقت ان انت تقوم تشتغل. الفتره دي مش هينفع معاها الشغل اللي هو زي ما بيقولوها كده بالبلدي، الشغل اللي هو عافيه، انا هضغط على نفسي عشان اشتغل، مستحيل. مهما تعمل لو ضغطت في يوم هتوقع يومين ورا مني. فخليك فاهم ومتاكد ان المرحله بتاعتنا دي مش مرحله ان انت تعاند نفسك، لا، المرحله دي مرحله ان انت تفكر مع نفسك صح، تحط لنفسك خطه صح،
تشتغل باقل مجهود ممكن لتحقيق اعلى نتائج ممكنه. ده الشغل اللي بيتقال عليه شغل بذكاء مش بمجهود. الفتره دي مش محتاجه منك ان انت تبذل مجهود كبير مره واحده. ابذل المجهود الكبير على فترات متقطعه قوي، هتلاقي نفسك حققت اكتر حاجه جميله جدا في حياتك من غير ما تحس، وهتلاقي اليوم ليه لازمه. ما هو خلي بالك، ما تستصغرش نص ساعه وساعه الا ربع. نص ساعه دي يا عم لو ضربتها في 12 فتره هيعملوا كام؟ 6 ساعات صح؟ واحد يقول لي مش هقدر اقعد ال 12 فتره. لا، اليوم فيه كام؟ 6 ساعات. يا عم نصهم كمان 12 في ربع ساعه بقت 3 ساعات، يبقى 6 ساعات شغل في المجمل مع 3 ساعات شغل فواصل، عملت 9 ساعات. بس عملت ايه؟ ذاكرت 12 فتره، يعني قعدت 12 قعده ب 12 انجاز، بس عشان حطيت ما بينهم فواصل ما حسيتش بيهم. واكبر مثال على كده اليوم الدراسي. لما كنت بتروح المدرسه اليوم الدراسي كان بيبقى طويل ليه؟ مع انه بيبدا الساعه 8 وبينتهي الساعه 2 عادي يعني. الفتره دي انت لو قعدتها في البيت ما تحسش بيها، لكن انت بتحس بيها ليه؟ عشان اول ساعه الا ربع داخل مستر مش عارف ايه، تاني ساعه الا ربع داخل مستر مش عارف ايه، لا رابع ساعه الا ربع مدرس بقى ومدرسه من اللي انت بتتخانق بيهم، تلاقي الحصه طولت قوي من غير ما تحس. انت عارف هي بتطول وبتزيد ليه؟ لو ركزت الحصص كانت بتطول عشان بيبقى فيها شغل. انت لو حطيت لنفسك شغل هتحس ان الساعه الا ربع دي رقم انت انجزت فيه حاجه من غير ما تسرح. قبل ما تسرح خد البريك اللي قلت لك عليه، يبقى وقت الشغل نص وقت بريك بس، وقوم قبل ما تفصل. حطها قاعده كده، قوم قبل ما تفصل. اشوفك على خير.